السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح كيفية التسجيل المجاني على منصة طبيب دوت نت. شلون نسجل على منصة طبيب دوت نت؟ طبعا هاي المنصة مثل ما تشوفوها تضم مجموعة من الأطباء. طبعا هاي الأطباء تقدر تسوي حجز عليها على أي طبيب انت تختاره تسوي حجز عليه. نجي على انضم معنا، نختار اسم الطبيب من هنا راح يكتب اسم الطبيب، يكتب مثلا الطبيب أو دكتور محمد علي. الإيميل لازم الإيميل يكون حقيقي، لأنه الإيميل راح يرتبط بحسابه. كلمة المرور لازم همينة ما ننساها. هنا رقم التليفون لازم يكون أيضا حقيقي، لأنه حتى يجيك عليه إشعار إذا كان عندك أي مشكلة بيه. العنوان مثلا بغداد، تكتب عنوان العيادة اللي مثلا الحارثية. المؤهلات مثلا بكالوريوس، طب عام مثلا. التخصص مثلا تختار طب عام. التخصص الفرعي تقدر ما تضيفه، تقدر تضيف وقت الدوام من الساعة 4 مساء إلى الساعة 8 مساء. عدد المرضى اليوميين تختار 20. تختار من هنا صورة للمريض للطبيب العفو، أي صورة تقدر تختار. نختار هاي الصورة مثلا، أو نختار هي صورة. هاي الصورة نختار هاي الصورة. نختار أيام الدوام مثلا، نختار الأحد، اثنين، ثلاثاء والخميس. الأربعاء هم يعني نختاره. نسوي تسجيل. رقم الهاتف مسجل مسبقا، لازم ما يتكرر رقم الهاتف، لازم ما يتكرر رقم الهاتف. نعيد التسجيل. إذا رقم الهاتف موجود ما يسجل مرة ثانية. دكتور محمد علي. الإيميل والباسورد. تكتب الباسورد من الرقم التليفون. ونسجل على هذا الرقم. العنوان بغداد مثلا المنصور. بكالوريوس طبعا. المؤهل طبعا. التخصص تقدر تكتبه. الدوام عدد المرضى مثلا نختار 20 مريض، ومن أيام الدوام نختارهم. مثلا اختارنا الثلاثاء والجمعة، الأحد، اثنين، ثلاثاء، خميس ما اختارينا، والجمعة. هسه تم التسجيل. نجي نسجل بالإيميل اللي سجلنا بيه. نكتب، نسوي دخول.
دخلنا إلى المنصة. احنا هسه هاي المنصة كطبيب دخلت. هنا المرضى اللي تمت يعني السابقون لا توجد فحوصات مكتملة. ما عندنا فحوصات. جدول الحجوزات ما عندي حجوزات. الملف الشخصي أقدر من هنا همينة أعدل الملف الشخصي. من هنا أقدر أختار له صورة وأسوي حفظ التغييرات. هنا أتعدل عندي الملف الشخصي. رجوع للوحة التحكم. حجوزات هنا أي حجز يصير راح أشوفه. هسه أنا راح أسوي حجز. الطبيب محمد علي محمد أحجز. راح أختار تاريخ الحجز يوم 2. طاني رقم الدور، اسم المريض مثلا علي محمد، العمر، التليفون. هنا تمام. أكد صحة البيانات. تمام. أقدر أحفظ البطاقة مال الحجز حتى من أروح يقول لي أقول له على الحجز. هسه أرجع أدخل للمنصة مالتي اللي هي مال الطبيب. أجي أدخل كطبيب. هنا راح أشوف أدي حجز تم الفحص. رقم الحجز هو 513. هو راح يبدي تسلسل يعني عندي يصير تسلسل المريض هو رقم 1. أول مريض هذا. تاريخ الحجز هو باكر راح يجيني. من أسوي له تم الفحص راح يتحول عندي بالمرضى المعين. تحياتي للجميع. كان معكم المهندس علي محمد.